والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جوكرات؟ قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي، واحد الله في سرك، ولايكك، اشتراكك، فعل زر الجرس، كومنت يشجعنا، حاجات يعني بديهيه. يعني احنا النهارده مع فكره جديده وفيديو جديد. احنا النهارده ده فيديو هيقول لنا يعني مثلا هيجيب لنا فرق كوره، تمام، واحنا المفروض نحاول نحذر الفريق، تمام، هيجيب لك جنسيات اللعيبه وكده يعني، فاهمين؟ فاحنا هنحاول نخمن الفريق وهنجيب لاعب من كل فريق، تمام، وهنجيب 3 لعيبه على الدكه وهنلعب بيهم ماتش في الاخر، ولو خسرنا هنعمل كويك سيل لاغلى لاعب فيهم. فيلا بينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، نتوكل على بركة الله. هو بيقول لك اشترك اهو، ما تشترك يا اخي، خسران ايه؟ اول فريق معانا انا ما اعرفش حد غير امريكا غير بوليستيك، فانا هقول اي سي ميلان، وده المفروض رافيليا، بس مين كان؟ فيليكس اومينو وتوموري، ايوه ووكر. اي سي ميلان كده اول لاعب معانا من اي سي ميلان. فبسم الله الرحمن الرحيم، اقوى لاعب معانا من اي سي ميلان ووكر طبعا. ما يخصناش. بصوا انا بقول احنا عايزين نوفر كوينز برضو للعيبه تانية، يعني مثلا يجي لنا كريستيانو وميسي اللعيبه دي، فانا عايز اوفر لهم كوينز وكده. فيا شباب بقى الاختيار بتاعنا على الواد ده، سي ام اي سي ميلان. هتقولي طب سيو ووكر ومينيو، اقول لكم صراحه مينيو مش حلو. ثانيا سيو اسعاره هو ووكر يعني اظن مش هنقدر نجيبهم، يعني عايزين نوفر لكريستيانو وميسي وكده، فاحنا هنجيب الواد ده ان شاء الله ينضم معانا للتشكيله اول لاعب اساسيه. والفريق اللي بعده معانا وهيكون فريق مين ده؟ ثانيه. الفريق ده مين؟ سترايكر انجليزي اللي عندي احساس انه استون فيلا، وده ميليانو مارتينيز وراشفورد واسينسيو في الكام. استون فيلا لا مش عارف، انا ما اعرفش لعيبه استون فيلا طيب جنسياتها ايه مثلا، صراحه في فرنسي. بصوا انا هقول استون فيلا لانها مش جاي في بالي اي حد نهائي، يعني نهائي، فيا رب استون فيلا. او ماي جاد، مين عندنا في استون فيلا؟ المنتخب اللي بعده يعني من جورجيا، اظن سهله، نتاكد بس. مين في جورجيا؟ لا ثانيه لازم دي نعرفها. كفاراتسخيليا. باريس. أنا كنت بتلخبط دي نابولي ولا باريس، ما كنتش عارف اسمه ده، يعني ما كنتش عارف الفيديو نازل بقاله قد ايه، فبصيت بس الفيديو نازل بقاله قد ايه عشان اعرف يعني. فباريس تمام، اجابه صحيحه. نشوف بقى هنجيب مين من عنده. ومن باريس سان جيرمان اظن ان احنا عندنا خيارين حاليا، عندنا جواو نيفيز، عندنا ماركينيوس، عندنا زهير إيمري. اظن ان احنا ممكن نختار جواو نيفيز او ماركينيوس. هتقولوا لي ليه؟ اقول لكم ان جواو نيفيز متألق مع باريس السنه دي هو ماركينيوس، فاظن ان هم هيكونوا انسب خيارين وفي الاسعار الحلوه، وعايزين نوفر مركز الهجوم برضو الحاجات جامده، وفرص تخلي كده مش معانا في الحسبه. فاظن ان احنا هنجيب ماركينيوس عشان ما نخلص خط النص على طول بدري يعني. فيلا بينا. والفريق اللي بعده مانشستر يونايتد، هنا هويلاند جرناتشو، مش مستاهله، مزراوي سهله جدا. فتمام، اللعب بعده من مانشستر يونايتد، يا ترى مين؟ والكوين اللي بعده هيكون ان شاء الله من مانشستر يونايتد. فصراحة في مانشستر يونايتد انا مش شايف ناس كتير جامدة، فانا ممكن اعوز اختم مركز الرايت باك، فممكن نجيب الحاج مزراوي. هنجيبه دلوقتي، نشتريه وندخله معانا في التشكيلة الأساسية. والفريق اللي بعده حارس بلجيكي، ريال مدريد فالفيردي حاطين رايت باك حتى تمام، رودريجو، بيلي، فيني، مبابي. يلا بقى ده احنا هنولع الدنيا مع الريال. والفريق اللي بعده هيكون وست هام. انا عارف كل لعيبه الدوري الانجليزي، كل فرق الدوري الانجليزي، فمستحيل اغلط فيهم. دي وست هام، محمد قدوس. احنا عندنا حد قادر من وست هام اصلا نجيبه؟ هنشوف، تعالوا نشوف. فمن وست هام اظن يعني احنا ما عندناش اصلا لعيبه يعني تتجاب، فاظن احنا ممكن نجيب الواد ده، بيجي يونسنا عادي في التشكيل، يعني اظن مفيش احسن منه، يعني ممكن اصلا نقعد على الدكه. فتعالوا نشوف. والفريق اللي بعده هيكون تعالوا نوقف التوقيت عشان مش اتلتيكو مدريد، الفاريز، اوبلاك، انطوا جريزمان، دي بول. تمام. الكوين اللي هتجاب معانا من الاتلتيكو ده مدريد، ممكن مثلا نجيب الفاريز. لا بس صراحة بطاقته ضعيفة، والبطاقة دي ما نقدرش عليها الصراحة، يعني مش هنقدر نجيب كل ده. فاحنا ممكن نجيب راؤول خيمينيز ونقفل خط الدفاع، او نجيب ديبول ونقفل خط النص. بس أنا صراحة ميال لخيمينيز يعني عن تجربة جامد، فتعالوا نطلبه. يلا تمام. والفريق اللي بعده هيكون ده ممكن فريق ايطالي، لا ثانية، 2 امريكيين. انا تقريبا في فريق في بالي، او هو مين اللي في بالي؟ ثانية، لا مش عايز اغلط في دي، حاسس ان انا عارفها.
ممكن لا، مش جاي على دماغي خالص، مش جاي على بالي نهائي. طب مش اي سي ميلان هي يوفنتوس؟ لا يا عم، انا عارف لعيبه يوفنتوس. مين في كمان، انا ناسي. ده فريق ايطالي، بس مين هو؟ انا بامانه ما اعرفش. انا ممكن اقول يوفنتوس، يلا. انا ما اعرفش الصراحه. هل يوفنتوس؟ ما اظنش. اليوفي، والله هي. والله انا مش مقتنع بربع دي باجابتي، بس هي والله الحمد لله. ومن اليوفي اظن يعني ما فيش لعيبه كتير صراحه في يوفنتوس. ممكن بريمير، بس احنا جبنا سيبيا والواد جوت ده، فده بيلعب سيديم، واحنا هنلعب 4-2-4. فممكن نجيب الواد دوجلاس لويس، يعني النسخه دي حلوه منه. افضل من رايته طبعا. مفيش احسن منه كده. احنا قفلنا خط النص وقلبين الدفاع والرايت باك و وتعالوا نشوف باقي المراكز. الفرق النصر، دوران، كريستيانو، ماني، مين الحارس بتاعهم ولا اعرف. هي النصر، بس السعوديه خلتني افكر على ناحيتهم. سي والمد، الله، صلاح، جوتا، دياز، سوبوسلاي، جرافنبرج، ماكاليستر، فان دايك، كوناتي، روبرتسون، ارنولد، اليسون. انا حافظ لعيبه ليفربول كلها، انا مشجع عريق لليفربول. يا سلام، ويا سلام تلاقي انا من باريس. يلا بقى نشوف هنجيب مين من ليفربول. ليفربول، ابو مكة ابو صلاح جالي من الباكة بتاعت رمضان. ده الله ينور. كده 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 احنا بدأنا نظبط الدنيا. مارتينيز، روديجير، احنا كده معانا، احنا جايبين كده دفاع بزيادة. لازم نحط ده في عين الاعتبار برضو. ممكن نلعب حد ليفت باك عادي، وكده ناقص ممكن سترايكر ولا حاجة، والباقيين يقعدوا على الدكة. عندنا هنا بايرن ميونخ. ما هو كندا وكوري، مفيش غيرهم. كيم من جاي والفونسو ديفيز، واري كين انجليزي وفوق قدام اهو. فماشي سترايكر. واللاعب القادم هو اوليسي. اظن يعني ممكن نلعبه مثلا ليفت وينج او سترايكر. فهنوقفه دلوقتي ليفت وينج. يعني اظن هو اصلا عالمي جدا. 5-5 بيلعب في اي داهية قدام، اظن يعني عادي يقدر يلعب في اي داهية قدام. فهنوقفه ليفت وينج. وانت اوفرك منزلش ولا ايه؟ ثانية كده. هو اصلا 110، اتلخبطت يعني. سوري. والفريق اللي بعده هيكون بعون الله. ده فريق اسباني صح؟ وقف التايمر. اللعبة الاسبانية ما اعرفش اي جنسيات فيها حرفيا نهائي، يعني قليل جدا يعني اللي اعرف فيهم. فده انا هقول ريال سوسيداد، عشان الواد السي دي ام بتاعهم اللي كان بيعمل بيطلع في الباكجات. ريال بيتيس. الفريق اللي بعده سهل، ارسنال. انا عارف كل فريق الدوري الانجليزي. اوديجارد، توماس بارتي، تروسارد، نوانيري، مين ال دبليو؟ حاطين ستيرلينج. حاطين ستيرلينج، تمام. ومن ارسنال ما عندناش احسن من لويس سكيلي اللي لسه طلع لنا امبارح في باكا، يقف في مركز الليفت باك، ينور لنا ام التشكيله. والفريق اللي بعده سويزي يعني جدا، يعني البارسا، برشلونه. تمام. في لعيبه كتير جدا. تفتكروا ممكن يجيب مين مثلا ممكن يجيب مين؟ فتمام، يلا بينا نروح نشوف هنجيب مين من عندهم. فزي ما انتوا شايفين كل اللعيبه حتى الان اللي احنا طالبينها جت. فتعالوا نشوف مين من برشلونه هينضم لنا برضه. فمن برشلونه عندنا يعني لعيبه غاليه جدا. اظن الميزانيه هتتضرب يعني، فلو جبنا اي حد بس لازم نجيب. احنا مثلا ممكن نجيب مين. احنا اكيد مش هنجيب العالم اللي تحت دي خالص. انا بفكر اجيب رافينها، بما ان احنا ما زلنا حتى الان مزنوقين في ال دبليو، وقفوا ار دبليو ال دبليو. انتوا ايه رايكم؟ رافينها 103 ده انا شايف نسخه حلوه. ايه رايكم؟ انا بقول مفيش فكره احسن من كده حتى الان، بان مش لاقيين ال دبليو. ممكن نجيب هنشوف. احنا تقريبا لسه ما لقيناش عن ال دبليو. تمام. نجيب ولا نستنى؟ انا بقول نجيب رافينها. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبنا دلوقتي احنا رافينها، تمام. دلوقتي تعالوا نشوف مين الكوين القادم. والفريق اللي بعده يبقى توتنهام. سون يعني، وكلوسوفسكي، وماديسون، ومين اللي سترايكر نسيت. مش مشكله. ماتياس تيل جابوه من بايرن. ذاتس اوكي. ومن توتنهام احنا اصلا عندنا في الفريق الواد ديان كلوسوفسكي. هنيجي نجيبه هنا.
تمام. انا ممكن افتكس افتكاسه مثلا، بما ان احنا عندنا لاعبين مش هيلعبوا في مراكزهم، فانا بقول نخلي اوليسي سترايكر، كلوسفسكي يعني ممكن يمشي وينج شمال عادي. فاظن حتى الان احنا ماشيين كويس جدا. والفريق اللي بعده هيكون بعون الله فريق بسم الله ما شاء الله عليه. انت مين يا ابني؟ ايه الفريق ده؟ أم... لا ايه الفريق ده بجد؟ ده بعون الله هيبقى فريق انا معرفش بربع جنيه. نيوكاسل؟ لا نيوكاسل مش نيوكاسل، أنا متأكد مش نيوكاسل. حرام لو يطلع دوري انجليزي، بس هو انجليزي في الغالب اهو. بص ده 4 انجليز. مين عندنا في الدوري الانجليزي مهاجم؟ نوتنجهام. ثانية نوتنجهام. هي نوتنجهام. انا اول ما اعرف ان وود استراليا، مش متأكد يعني. تمام. والكوين الاخير معانا هيكون من نادي نوتنجهام فورست. يا ترى مين اصلا عندنا من نوتنجهام؟ سيلز. معانا سيلز في الفريق. تعالوا نحطه على الدكة. فبسم الله الرحمن الرحيم. سيلز اللي طلع لنا في اول يوم من الحدث يدخل وينضم لنا. فيا جماعة الخير احنا حاليا بقالنا كتير مستنيين رافينها يجي، بس هو مش عايز يجي. فاحنا ممكن نعمل حاجة حلوة اوي مبدئيا، بس قبل اي حاجة نلغي رافينها. تمام. نستلم اللعيبة دي نشوف سعرها كام كلها. 964 مليون. صرفت لكم مليار كوينز، وده اللي هيكون دايما موجود معانا. مليار ما لا يقل عن مليار كوينز هنصرفها لكم. فتعالوا ننطلق على التشكيلة ونوريكم ايه اللي هيحصل. فبسم الله الرحمن الرحيم. اللي هيحصل كالآتي. مبدئيا عندنا في خط النص او في الرايت باك اولا هنجيب الحاج نصير مزراوي. فعندنا في الرايت باك نصير مزراوي قبل اي حاجة مبدئيا جبناه. وعندنا في خط الدفاع عندنا راؤول خيمينيز هيقف جنب انطونيو روديجر، وماركينيوس ممكن نقعده على الدكة. وعندنا مين تاني جبناه؟ احنا كان عندنا هاري كين من بايرن ميونخ برضو، كان ممكن نضم بس مش فارقة. تمام. عندنا برضو الحاج ريجندرس بتاع اي سي ميلان تقريبا نطقنا اسمه صح. وعندنا توديبو ده دافع برضو، ده برضو يجي يقعد معانا على الدكة. وعندنا دوجلاس لويس يجي يشرفنا في خط النص. فدلوقتي ناقصنا اسطورة من اساطير برشلونة. فصراحة لما فكرت فيها ملقتش الا حل واحد. احنا ممكن نجيب حد من ايقونات بتوع اساطير برشلونة ونجيبه، الاسطورة يوهان كرويف. نيجي مثلا ممكن ندخله بدلا من كلوسوفسكي، مثلا ندخله بدلا من كلوسوفسكي، ونجيب كريستيانو بيلعب ال دبليو نجيبه هو يوفي ال دبليو. فدي احسن خطة احنا نقدر نعملها حاليا. يا مسهل الاحوال يا رب. المفروض دي تشكيلة تسترجل. طبعا رانكتا احنا نعتمد على الاتنين اللي قدام بس مع كريستيانو. انا اظن نعتمد على خط الهجوم، ربنا يستر في الدفاع. فتعالوا بسم الله الرحمن الرحيم يلا بينا على المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم. نتوكل على بركة الله. تشكيلة المنافس ربنا يستر. والله ما دوست على ده، والله كنت عايز ابعت له لايك. شوف انا غلطان ان انا اصلا يعني بحترمه. انت بتهزر كل ده عشان كنت ابعت له لايك دلوقتي كنت هلبس جول؟ ده ظلم. لويس سكيل انا دوست باص. هو كان لازم ادوس باص مرتين عشان يقدر. الشاشة تقيلة يا سلام. في مشكلة مع التصوير. يلا كرويف يا دوجلاس يا لويس. انا غلطان ان انا عملت تحدي زي ده. اصلا ما ينفعش خاطر زي كده في التحديات بالذات، ان دي مش اف سي 25. احنا هنا لازم نطور لعيبه وندربها والكلام ده. وانا ما عيتش ان اقعد انقل تدريب ده. انا هخسر فيها بتاع حوالي بالله عليك صد حاجه. خيمينيز يا كابتن خيمينيز انت طلعت راجل. معلش اسحب كل كلامي. انا بتاسف لك يا عم خيمينيز، وحسبي الله ونعم الوكيل يا رب في دي اللعبه. صلاحيانو والله ما بصيت له، والله الباصه والله حتى شوفوا المؤشر ما كانش ليه، كان للحاج ال دبليو. لا ناسي مين هو. مين انا موقفه ال دبليو. عموما زوتوكي لبسناها. ايميليانو مارتينيز. او ماي جاد. هو احنا قلنا هنعمل كويكس اللي اغلى واحد في التشكيله. معلش. بصوا
نخلص الماتش الاول. متشكر. لا انا مش عارف العب بالتشكيله دي، هو التليفون حاليا مش معلق الحمد لله، ظبط اول بس كام دقيقه من الماتش لبسنا الجول الاول وخلاص، انما حاليا هو مش معلق. طب نطلع بتعادل، نحاول نطلع احنا ما قلناش ان لازم نكسب، لو قلنا لو خسرنا هيكون في عقاب، نحاول نطلع بتعادل. حسبي الله ونعم الوكيل. بالله عليك ما تصفر. تيرا كويس. اوفسايد ليه؟ انا شفته بيرفع الرايه. دول بيستهبلوا. ايه ده؟ انا شفته بيرفع الرايه. بقولك يا كابتن، هو انت لو طلعت يتحسب انسحاب طبعا للاسف. هو بجد لما انا بلعب بتشكيله مواقع فرقه الخصوم بترجع يعني اسمه ده. انتوا بتستهبلوا والله، والله بتستهبلوا. انتوا بتعملوا ايه؟ يا لهوي يا لهوي بجد تشكيلته مدافع بطريقه غريبه جدا. انا مش عارف ازاي مزراوي يعني بيجري مبابي في السرعه، لا مش عارف اطوره كام رانك الواد ده. ايوه لا بقى انا مش ناقص البس الجول كل شويه من الركنيات، تعرف لو لبست جول كمان من الركنيه. دوجلاس لويس. الله ينور عليك يا ابني. يا حكم يا حكم يا ابني يا ابني مش عايز الفاول. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في ابو دي اللعبه. عمو كليان بعد اذنك ترجع ورا شويه كده احسن، انت قريب مني. يا عم يا عم عمال برجع المدافع لورا، ولازم ادوس كام مره ما يا لهوي لازم ادوس كام مره بس عشان يرضى يباص، معلش يعني عدم لا مؤاخذه يعني، اذا ما فيش مانع يعني. يلا قولي سي. كرويف 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 اخر امل ليا في التعادل، انا ما اظنش نعرف نعمل هجمات تانية. بس جول 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 اول جول اول جول اول جول اول جول. بص 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 بص. اسم الله عليك اسم الله عليك اسم الله عليك. انا كنت ده بتتريش كنت هضيعها الكرة دي. ما تحط لنا انت كمان لايك احسن التليفون هنك. جيتش سنترة فيها رومونتادا. ايوه 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 ايوه, أيوة. فيها رومونتادا. يلا بساط عند اللعيبه وهي مش مطوره والله. ليه ايه ده؟ ضربة جزاء. الريمونتادا الريمونتادا. ايوه 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 2-1 2-1 ريمونتادا. بقى اقول لكم ايه، ما فيش كويكسلات النهارده، هي دي تشكيله الرجال. انا عايز اشوف الاعاده بتاعت الجول ده بعدين يعني، عشان مش عارف فين ضربه الجزاء والله، ولا شفت حاجه من الخطابيطه بالصلصه اللي حصلت دي. ريمونتادا 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 ريمونتادا. خلي جليتش السنتر ينفعك. ريمونتادا بتشكيله مش مطوره، يا دوب هو كرويف والحاج التاني اسمه ايه؟ نسيت اسمه. اوليسين. الحمد لله الحمد لله رب الحمد لله الحمد لله. عملنا الريمونتادا في الدقيقة الثالثة. شايفين الإحصائيات؟ شايفين الإحصائيات؟ شوطين بس الاتنين على الجول، الاتنين بجول، هو 7 شوط 7 على الجول واحدة جول. استحواذ 51% ليا، مش عارف جت امتى دي بس ماشي. دقة التمرير هو عنده وحشة جدا يعني 69% دي وحشة جدا، انا 80% يعني لا تعتبر كويسة على فكرة. فاولين عليه واحدة منهم كان الأول بتاع ضربة الجزاء. يا سلام. لا بعد كده دي تحديات نهائية، هنعمل كويكسل. الموضوع سهل اهو يا جدعان، امال انتم صعبين ومكبرين الموضوع ليه؟ عموما بس كده يا شباب، ده هيكون فيديو النهارده، وهنعمل فكر زي دي كتير. المره الجايه ممكن نعملها بالمنتخبات، في مره ممكن نعملها الوان التيشيرتات مثلا وحاجات مخطط والكلام ده، فاهمين يعني؟ دي فكرنا الجايه. فلو عجبك الفيديو زر لايك، اشترك في القناه، كومنت حلو يشجعني، والله محتاج الكومنت يشجعني واللايك دول. متعرفش هتقدرني انت قد ايه كده، انت ما تعرفش طبعا. الدكه احنا نسينا ندخلها. بس كده يا شباب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.